لم يدر في خلد أم خطاب أن خلاصها من محنة النزوح سيكون في الهاتف الذي سلمه لها زوجها قبل أن يذهب للتحقيق معه في إجراء روتيني يتخذه الجيش مع النازحين من الفلوجة، وما إن وصلت إلى جسر بزيبز حتى تفاقمت حالة ابنها الصحية، وهنا طلب منها كفيل كي تعبر ضفة الجسر الأخرى. اتصلت بأقاربها النازحين في بغداد لكنها لم تتوفق في إقناعهم. قلبت أسماء الموجودين في الهاتف واتصلت بشخص سجل رقمه باسم رياض ناصرية. دقيت عليه قلت له أبو مصطفى أنا عبرت السيطرة وأنا ما ندل وابني حيل تعبان، وقال لي يعني ماشي أنا جايش. توصلني نص ساعة قال لي لا يعني بعيد بالناصرية، وانا ما ادري الناصرية وين، عباليها بنص بغداد. وصلني يعني وين بالليل، قال لي يلا هناك يعني وديش المستشفى الناصرية في مدينة الشطرة، وبدون أن يعرف ما آل إليه أمر صديقه زوج أم خطاب الذي لم يره منذ 2 سنين، وعدها رياض ناصرية أن يصل إليها في أقرب وقت. رياض أنفق 30,000 وهي كل ما يملكه وعائلته في ذلك اليوم على إجراء مكالمات هاتفية معها، واستدان 200,000 دينار وسافر من فوره إلى بغداد. كان همه أن يصل إليها قبل أن تسوء حالة ابنها الصحية. رحت على الناصرية تقرضت فلوس لأن كانت فلوس اللي عنده قليلة، بحيث يعني خلصت بالشطرة، بس على الرصيد إنه هي طفت تليفونها وأنا أحتاجها تحكي وياي لأنه ما أعرف ظروفها، حتى دزيت لها رصيد وأنا رصيد تقريبا خلصها. رياض لم يفكر للحظة كيف سيؤمن متطلبات الحياة لأم خطاب التي تضيف هما فوق همومه المعاشية والتي لا تحتاج إلى شرح، فصور المنزل المتهالك تكفي لذلك. لكن سعادة رياض وغيره من الحريصين على مساعدة الآخرين تحققت حينما وصلت هذه الفلوجية وابنها إلى محطة آمنة. وصلنا إلى هذه العائلة وقدمنا ما نقدر نقدمه إيثارا لهذه العائلة وإيثارا لهذا الرجل، لأن هذا الرجل جسد الإنسانية بكل مكان منها. وتتحدث أم خطاب عن سوء المعاملة من تنظيم داعش الذي كان يمارس صورا متنوعة من الإذلال والقهر مع أهالي مدينة الفلوجة. علاج ما عندهم نهائيا، هم هناك هاي من الدواعش ما يعطونا علاج، نودي عليهم هاي مغذي يقسمونا هيش شوي شوي يخلوا له مغذي قدر استكان هيك يقول لك، يقولوا تشيلي وروح. مريض ابني حيل حالته متدهورة رفدنا وبيقول لي طب مرض. هي قصة من قصص الأخوة العراقية عمودها الإيثار والتضحية، قصة تعيد الأمل بغد أفضل لوطن يسمو بأبنائه فوق كل الأحقاد وخطابات الكراهية. من مدينة الشطرة شمال مدينة الناصرية، أحمد السعيدي، الحرة.